Здравствуйте. Меня зовут عبد. الفيديو ده عربي يا ابني. Пожалуйста. Хорошо. أجمل العالم كله والبحار والمحيطات والكواكب الشمسية، حتى عم أحمد بتاع السندوتشات اللي جنب القهوة. مش كل العلم بيجي من الكراس. Not all learning comes out of books. طبعا الاتنين الوحيدين اللي اجمعوا ان دراستك لحاجات ما تهمكش يا مستقبلك وهي الأهم هما بابا وماما. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ هفهمك. ده أنا وده انت. احنا الاتنين اتخرجنا من الجامعة، انت درست نظم ومعلومات وانا درست جغرافيا. انا اشطر منك في نظم المعلومات وعندي معلومات قد اللي درستها انت في الجامعة. انت اشطر مني في الجغرافيا وعندك معلومات قد اللي درستها انا في الجامعة. وايه المشكلة؟ دراستك لحاجة مش بتحبها تخليك ما تأديش فيها تماما، وتبدأ تشوف الحاجة اللي انت شاطر فيها فعلا واللي علمتها لنفسك، بعيدا عن الكراسة اللي واجعين دماغنا بيها طول 16 سنة تعليم. يعني مثلا حبي للغات والبرمجيات والمونتاج والتصوير، وان دايما ادور على الحاجة اللي بحبها واتعلمها، احسن لي 100 مرة من ان ابقى مجبر امسك ورقة وقلم وما اطلعش منهم بولا معلومة مفيدة. It doesn't make any sense, right? محدش بيحب الحاجة اللي مجبر عليها اطلاقا. العصر الحالي واللي احنا فيه اجبرك انك لازم تتعلم لغة تنفعك وتفهم لغة البرمجيات والخوارزميات، لكن مش مجبر تتعلم زي ما كنت مجبر تمسك الورقة والقلم طول مسيرتك التعليمية، واللي في الحقيقة انت ما تعرفش عنها حاجة ومعديها بضاع الوالدين. اهم الحاجات اللي ممكن تساعدك في حياتك فيما بعد نظم المعلومات، وانك تبقى مبرمج فاهم وشاطر جدا، مش كاتب بس في السي في انك معاك كورس LCDL وانت اصلا ما بتعرفش تفتح الوورد. الفوتوشوب للجرافيك ديزاين، والادوبي بريمير لمونتاج الفيديوهات، والادوبي اديشن عشان تعمل تعديل على الصوت، وبرنامج الاكسل عشان تكتب سكريبت وتعمل CV وملفات الPDF والى اخره. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الحاجات دي لازم تمارسها كويس جدا زي ما هتمارس اللغه بالظبط. وعشان تقدر تصنع فيديو زي اللي انت شايفه ده دلوقتي لازم تكون متقن لاستخدامك في الكمبيوتر. مش قوي يعني. بلاش كورسات، لان من وجهة نظري مصاريف على الفاضي. وفر وقت ومواصلات وانتظارات لاصحابك بالساعات عشان تروح وترجع انت هو مش فاهمين حاجه اصلا. اتعلم من البيت، شوف انت حابب ايه وتبدا فيه، وعندك اليوتيوب اكتب اللي تحبه، ولو بتحبه فعلا وركزت فيه هينفعك فعلا، على الاقل اكتر من شهاده تخرجك اللي اتدربت فوق الدولاب دي. والاهم من كل ده اللغات اللغات اللغات. اظن فهمني صح؟ لغه زي الالماني دلوقتي مطلوبه اكتر من تجار الممنوعات، واللي راتبها بيوصل حوالي 20,000 جنيه شهريا، بما يعادل $700 في الشهر، واللي ممكن مع الوقت توصل ثروتك لملايين الدولارات، زي عمنا بابلو اسكوبار كده. كان كل ما يحس انه سقعان يولع في 10-15 مليون دولار يعني عشان يتدفى، وهو بدل ما يكلف نفسه وينزل يشتري دفايه. خليني اقول لك اني مش ناسي، والفيديو اللي جاي هتكلم فيه عن مجال الكول سنتر، وازاي لو معاك لغه ليفل B1 او B2 تقدر تشتغل من البيت، او لو انت فلوينت وليفل C1 او 2 توصل وتبقى موظف في شركات غنيه عن التعريف. كنت بدات اعمل سلسله عن ازاي تتعلم انجليش من الافلام، وازاي تعرف نفسك، وايه هي اهم اسئله الانترفيو. وكالعاده يا ساده ده كان كل اللي عندي فيما يخص ليه ما بنحبش المدارس والتعليم. انا عبد الله الفرماوي، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. دوس فيدانيا.